من خلال هذه الفقرة عن مصر وعن الإبداع العربي خاصة في هذه الآونة. والحقيقة احنا بنقول مصر دائما قبلة للمثقفين، قبلة دائما للأدباء العرب، وأيضا رائدة مصر دائما وما زالت وستكون بإذن الله رائدة من رواد الأدب العربي إن شاء الله. معنا النهاردة الحقيقة زائرة عربية هي لها في الإبداع العربي، ومن مؤسسي رابطة الإبداع العربي، وأيضا رئيسة لهذه الرابطة، وعايزين نتحدث معها ماذا بعد الثورات وخاصة في مجال الإبداع العربي. معانا الأستاذة نجاة ياسين، وطبعا برحب بحضرتك، وعايزة أقول حضرتك شاعرة وأديبة وفاعلة حقيقية ونموذج كريم للمرأة العربية وخاصة في هذه الأيام، وبرحب بيكي وبقول لك أهلا بيكي في مصر. مرحبا بكم ومرحبا بكل المصريين، وكل سنة وانتم طيبين مادام احنا في أيام العيد. نجاة ياسين أو نجاة ياسين، رئيس رابطة الإبداع العربي ببروكسل. نعم، أنا عايزة أقول أن وزارة الاندماج والهجرة ببروكسل حضرتك يعني بترأسي أو بتأخذي مكان مهم جدا، وهو قصة التوجيه الاجتماعي. وعايزة أقول رأي حضرتك الأول من خلال إبداعك ومن خلال رؤيتك الخاصة الإبداعية، سواء مثقفة سواء شاعرة سواء فاعلة. عايزة أقول رأيك في هذه الثورات، وماذا عن مصر، وماذا كنتم تستمعون عن مصر، وما كنتم تشاهدونه عن مصر؟ بصراحة العقل العربي لم يتوقع هذه الثورة بعد 25 يناير. كنا ننتظر بعض الإصلاحات، بعض المظاهرات، لكن حتى يتم إسقاط نظام نعم. ولا أحد كان يتوقع، على ما أظن حتى العقل المصري لم يكن يتوقع في هذه الآونة. نعم. والحمد لله أتت الثورة. نعم. لما أتت الثورة غيرت مسار الحلم العربي. نعم. مسار التغيير العربي، بمعنى أنه أصبح القلب العربي والعقل العربي والحلم العربي يتمنى ثورات أخرى، كما رأيتم من ثورة الياسمين إلى ثورة الزنابق. نعم. وهناك ثورات أخرى بإذن الله في سوريا، في اليمن، في ليبيا. يعني تحرر الإنسان العربي من شيء مرعب هو الخوف. نعم. وهذا جميل. رابطة الإبداع العربي عايزة أقول قبل هذه الثورات وبعد هذه الثورات لابد أن يكون هناك جديد. ما هو هذا الجديد؟ رابطة الإبداع العربي قبل الثورات كانت من أهم الأهداف الخاصة بها هي ترسيخ فكرة أدب المهجر. نعم. لأن المهاجرين المبدعين المهاجرين عندهم قضاياهم الخاصة بهم. نعم. يعني نحن نربط الاتصال بين المبدعين في الوطن العربي، أوكي، ولكن عندنا همومنا، هموم العنصرية، هموم الوظيفة بأنك عربي، وهموم كثيرة، مفهوم الإرهاب. نعم. مفهوم الفوبيا، يعني الخوف، إسلاموفوبيا، يعني نعم. الخوف من الإسلام لأنك نعم. مسلم. كل هذه هموم تختمر عندنا. هموم العنصرية داخل المدرسة أيضا. لأنك عربي، الغير ذلك أو بالمقارنة مع أوروبي. ماذا كان دوركم؟ يعني دوركم كان إيه خاصة قبل الثورة في مثل هذه الهموم وهذه القضايا؟ أهم شيء، أنا قبل ما أكون شاعرة مرتبطة بقضايا وطني أو قضايا مجموعتي العربية داخل وطن غربي أو وطن مهجري، فإني قبل ذلك أنا فاعلة اجتماعية وناشطة نقابية حقوقية. يعني همومنا كانت مرتبطة ومحتكة بالواقع المعيش للإنسان العربي المهاجر داخل وطن الغربة. نعم، يعني بصفة فردية وهو الإنسان. ما بالك في هذه الفترة أصبحنا دلوقتي بنحمل هموم أمة. أيوة. فالرؤية أصبحت إيه؟ الرؤية بعد ثورة الياسمين ما ننساهاش تونس، والثورة الحقيقية تبع مصر. لماذا أسمى الثورة الحقيقية وأقولها دائما داخل وخارج مصر؟ لأن توفرت فيها الشروط الحقيقية لما يسمى بثورة شعبية. نعم. الشعب الذي انطلق، التغيير انطلق من البنيات التحتية، ولم يأتي فوقي من البرج العاجي تبع المثقفين أو السياسيين أو أي شيء، بس أتى من الشعب. نعم. لهذا بعتبر أن الثورة المصرية هي انطلاقة لكل الأبعاد الثورية المقبلة. نعم. حتى لو ما تكون أؤكد أيضا أن لكل قطر شروطه الذاتية والموضوعية فعلا. ولكن الأساسي أننا أصبحنا نستطيع، أو الإنسان العربي أصبح يستطيع أن يقول كفى،
لابد من الإصلاحات والتغيير. نعم. وهذا مهم جدا. حضرتك شاعرة، هل كان ليكي نتاج جديد أو سطور أو كلمات جديدة بتضاف في هذه الفترة؟ بالطبع احنا كما كنت أقول دائما، شخصيا كان عندي دائما اتبع يوم الجمعه من بروكسل، وقلبنا مع الفضائيات. قلتي كنت بتاخدي اجازه حتى انتظر البشرى. أيوة. كل جمعه بقول حتيجي البشرى، ستاتي البشرى. ولكن ما حز في قلبي يوم ما نزلت الجمال في ميدان نعم. التحرير. نعم. وده عندي ليه قلت قصيده اسمها حلم. نعم. من وحي تلك اللحظة، ومن واقع موقعة الجمل. نعم. موقعة الجمل. نعم. ومن في ديواني الذي سأعمل حفل توقيع إن شاء الله يوم الجمعة المقبل. إن شاء الله، ربنا يوفقك. بس احنا عايزين أكيد نستمع لبعض هذه الكلمات، وخاصة لما يبقى شيء يعني متأصل بقى وله علاقة بما حدث في مصر. وهو مهداة القصيدة أصلا حتى في ديواني، مهداة الثورة المصرية ولمصر وللمصريين. يسعدنا نحن نسمع جزء منها يا أستاذة نجار. وأعتقد يمكن انطلاقة حضرتك من خلال هذه الكلمات احنا كمان بنشعر بقيمة ما فعلناه، وخاصة في هذه الفترة ومن خلال كل الجمعات. وزي ما حضرتك قلتي وزي ما طبعا السادة المشاهدين متابعينا، ان كان كل فرد في الأمة العربية كان بيتابع مليونيات الجمعة، وخاصة من خلال الثورة المصرية. ولازم تعرفوا أن كلنا خرجنا. نعم. كلنا لما نجحت الثورة كلنا خرجنا. بروكسل كلها امتلأت بالعرب، بغض النظر مغربي ولا مصري. كنا كلنا قلب عربي يصرخ ويقول استطاع المصري أن ينجح، لما لا الآخرين؟ نعم حقيقي. وهذه هدية للشعب المصري. حلم، حورية تعلق قلبها بالبشر، ثارت على قانون البحر، الكبير يأكل الصغير، عشقت شبابا في زهرة العمر، في يوم غمضت عينيها وجدت نفسها في حضن حبيبها، في ميدان التحرير وسط الأحرار، ذراعاه تضمها، طعنة سكين، رصاصة غدر، قنابل غاز، جمال وخيل، جمال وخيل، وهي في حضنه محمية، يتلقى الضربة تلو الضربة، تشهق، تبكي، تتألم، ينزف، يضمها ويبتسم. وقبل أن تصاعد روحه للسماء تشرق الشمس ويصرخ الوليد، فجر جديد يودع الشهيد، لآخر مرة يحضنها ويبتسم. صوت الوليد يردد فلتسترح يا شهيد، عن الدرب للنحيد، تمسح الحورية دموعها، تحضن الوليد، تستيقظ من الحلم، وفوق صدرها فجر جديد ودماء شهيد. حضرتك حطيتي أو عملتي صورة جمالية رائعة، صورة الواحد فعلا بينظر من خلال كل تفصيلة من هذه التفصيلات اللي حضرتك وجدتيها. أنا مش هقول إنها قصيدة، ولكن هي لوحة تذكارية. الو. عايزة أقول يمكن ناخد تليفون أستاذ عادل. الو. أستاذ عادل اتفضل حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عادل أمين من القاهرة. أهلا وسهلا يا فندم. الحقيقة أستاذة نيفين، أنا بشكركم جدا على البرنامج اللامس للمجتمع ده، وبرنامج جميل جدا الحقيقة. أنا أول مرة أتفرج عليه، يمكن مراتي اللي يسعدني يا فندم على البرنامج. وبحيي الأستاذة نجاة ياسين كتير قوي، لأن أنا الحقيقة حضرت لها عدة لقاءات وهي صديقة. احساسي بيها عالي جدا كقاطره للمراه العربيه، يعني ده احنا يسعدنا ان يكون يعني معانا نماذج للمراه. اثرت في صوره المراه العربيه حقيقي. في اوروبا بشكل لم تحققه يعني الناس الداعين الى حقوق المراه وكده. وبعدين بنشكرها اكثر في اختيارها بالتحديد نقطه انطلاق حراكها الداعم للمراه من القاهره. نعم. بالتحديد. وانا يمكن اكتر حد عارف انها قد ايه هي عاشقه لمصر والنيل يعني. اكيد ومش عارفه هذه القصيده يعني حضرتك توافقني اللي حصل في 25 يناير، لان انا عارف كويس جدا ان نجاة ياسين كان لها ارهاص بالثوره، وكانت حاسه بقد ايه التغيير من منطلق انها شاعره واديبه كبيره. انا بشكر جدا نجاة ياسين وبشكر تواجدها في القاهره،
وبشكركم جدا على البرنامج الجميل ده. شكرا لحضرتك، واحنا يسعدنا ان حضرتك تشوفنا ولو كانت لاول مره، وان شاء الله ما تكونش اخر مره ان شاء الله يا فندم. استاذ عادل بشكر حضرتك لوجودك معانا، وطبعا دي يعني مكالمه تشجيعيه رائعه لحضرتك. يعني استاذ عادل الشاعر والصديق. نعم. ميرسي استاذ عادل. واحنا لما بنشوف هذه النماذج بتشجع بعضها، يعني شاعر بيرى شاعره ليها ارهاصات وليها يعني شيء فاعل داخل المجتمع. عشان كده بقول انا عايزه اقول ان هذا الابداع العربي اللي احنا المفروض نلمس، يعني شفنا في الاربعينيات والخمسينيات والستينيات الحقيقه كان توهج ابداعي وارهاصات رائعه، واحنا متوقعين ان يظهر هذا التوهج الابداعي مره اخرى بعد هذه الثوره. توقعك ايه كأديبة؟ أقول بأن التغيير لمس كل شيء، لازم أن يلمس الإبداع. وهنا أوجه رسالة من خلال، أنتم تعرفوا أن مصر أم الدنيا، مصر مركز الثقافات. أوجه رسالة للمثقفين العرب على أساس أنهم ينزلون ويحتكون بقضايا شعوبهم. لأن المثقفين العرب كانوا في جهة والشعوب في جهة. آن الأوان لنخلق ديناميكية جديدة تواكب هذا التطور. بس انا متخوفه جدا من هذه الكلمه. ازاي احنا كنا مثقفين وادباء وكتاب وبعيدا تماما عن مشاكل الشعب، ولا ما كانش في امل حضرتك؟ ما كانش في امل. اول شيء ما كانش في امل، ثاني شيء ان بالفعل ما مر علينا جعلنا